وسكر. هنغطي على الأفران خالص، مفيش كلام. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. هنا في كوباية محضرين ربع مية دافية، وعليها معلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر. بنقلبهم وبنسيبهم على جنب، دايما بنتأكد من تفاعل الخميرة. ومعانا هنا في بولة 4 كوبايات دقيق، عليهم رشة ملح، وبنحط عليهم ربع معلقة بيكنج باودر ومعلقتين سكر كبار، وبنقلبهم حلو قوي. انا هنا بستخدم دقيق سنبلة الفرات لجميع الاستعمالات. الدقيق المتاح عندك استخدميه، بس طبعا يكون دقيق جودة حلوة عشان الحاجة تطلع معاكي حلوة. هنا هكون محضرة كوباية مية دافية، وهنكون محضرين ربع كوباية زيت. لو انت حابة تستبدلي الزيت بسمنة المتاح عندك. هنا الخميرة بعد ما اتفعلت هنحط هنا ربع كوباية الزيت ونديها كده ضربة في العجان، ونبتدي ننزل الخميرة، ويكون معانا كوباية مية دافية حسب الدقيق يا جماعة بتاعنا. الدقيق ممكن ياخد كوباية، ممكن ياخد كوباية الا ربع، ممكن ياخد كوباية وربع، حسب الدقيق بتاعنا. ونبتدي ننزل المية واحدة واحدة، ما ننزلش المية طبعا يا جماعة مرة واحدة، ننزل المية واحدة واحدة لغاية العجينة. لازم اخدمها حلو قوي. طول ما انا لسه الاقيها بتتقطع عجنها تاني، طبعا على ايدك هتاخد وقت، تاخد حوالي بتاع 10 دقايق. طول ما انا بحس ان العجينة لسه بتتقطع بخدمها تاني. هنا العجينة خلاص تمام، بلمها وبحطها في البولة تاني وبسيبها تخمر. بغطيها بكيس استرتش راب وبسيبها حوالي ساعة. طبعا بيبقى حسب الجو يا جماعة، لو الجو طبعا شتا بتتأخر شوية. هنا بقى العجينة بعد ما خمرت خدت ساعة بالظبط. هنبتدي هنا نحطها قدامنا على الرخامة، وبنبتدي نقطعها وبنبتدي نكورها زي ما انت شايفة كده، نلمهم كده زي البوجة، كور كور، لغاية ما اخلص المقدار كله. تابعوني دايما يا جماعة على صفحتي مملكة الحلويات، الناس اللي عاملة مشاريع اونلاين، الناس المبتدئة اللي بتطلع اوردرات. تابعوني هتلاقي كل جديد، وصفات، لسه معنا وصفات كتير قوي. هنا هنكون محضرين كوباية مية عليها معلقة عسل اسود، هنا معلقة قرفة كبيرة على معلقتين سكر كبار. طبعا لو خلص المقدار بنعمل تاني. ومعانا هنا كوباية سمسم متحمص. ببتدي ارجع لاول واحدة انا قرصتها، باخدها وبفردها او بمسكها كده على ايدي وبعملها لها زي فحرة كده، وابتدي احط فيها معلقتين صغيرين قرفة وسكر، وبكرر العملية لغاية المقدار كله ما يخلص. بعد ما بحط فيها القرفة والسكر ببتدي اقفلها كده زي ان انا بلم قربة كده، علشان طبعا القرفة والسكر ما يخرجوش منها. المها كده زي ما انت شايفة. احنا يا جماعة هنغطي على الافران خالص، هنخلي الافران تقفل. تابعوني دايما، سلسلة المعجنات يا جماعة ما بتخلصش. بنحطها في العسل، وبعدين باخدها من العسل بقى ابططها في السمسم زي ما انتوا شايفين كده. ببططها في السمسم، بخلي الوش كله متغطي سمسم، ما بيبقاش فيه ولا اي حاجة باينة. لا هننزلها تاني عشان مش عايزين اي حاجة باينة، السمسم لازم مغطيها كلها. وبحطها في الصاج، وبكرر العملية مرة واتنين لغاية المقدار كله ما يخلص. زي ما انتوا شايفين كده، برضو حطيتها على ايدي، عملتها كده زي فحرة، وبقفلها تاني عشان تبقوا شايفين بالظبط يا جماعة قافلينها ازاي من كل الجوانب ولمينها ازاي. امشي معايا خطوة خطوة وهتطلعي الشغل 10/10. هنزل لكم دايما المقادير في صندوق الوصف، تابعوني دايما. بعد ما بنخلص المقدار كله بنرصصه في الصاج، عشان طبعا هنسيبه يخمر لغاية ما يخمر. طبعا بنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180. هنا بعد ما خمر هندخله الفرن، هياخد حوالي تلت ساعة. هنا بعد ما طلعت يا جماعة شايفين شكلها تحفة خرافة.
تسوية طبعا عليها عامل. شايفين من تحت يا جماعة عاملة ازاي، ومن جوه عاملة ازاي. قرص القرفة والسكر ريحتها حكاية، قطن من جوه، حاجة كده يا جماعة مفيش كلام. تابعوني على صفحتي مملكة الحلويات، هتلاقوا كل جديد. شكرا على متابعتكم.